أخطاء كارثية بتعمليها في حق شعرك الجميل. هلوز، أول خطأ بتعمليه في حق شعرك وهو إن انتي بتسيبيه لحد ما يبقى حالته مزرية زي حالة شعري كده، وبعدها بقى تفكري تغسليه. هيتعبك جدا في التسليك وانتي بتاخدي الشاور. الصح انك تغسليه اول ما يبدأ ينشف، يعني كمان 4-5 ايام من غسيلك ليه. تاني خطأ بتعمليه وهو ان انتي ما بتعمليش حمام زيت لشعرك، او بتعمليه بس بطريقة غلط. ازاي؟ انا مثلا عارفه احتياجي من الزيت، انا عايزه اطول شعري، فبالتالي بستخدم نوع مضمون زي الفوليكل بوستر مثلا، وبحط من الازازه كده بكميات صغنونه على فروه راسي، وادعك ادعك ادعك ادعك. ده الصح. الغلط بقى هو ان انا حرفيا اجيب الزيت كده واكبه على ايدي بالمنظر ده. طبعا ده مش زيت، ده سيرم، انا ما بحبوش، فايه انا مش هستغنى عن زيت محترم. وافضل ادعك بالكميات دي كلها واليس على شعري كده. انا ما بليس على شعري كله كده، انا بشوف الزيت وظيفته ايه وبركز على الوظيفه اللي هو عايز يعملها. على فروة شعري بحط على فروة شعري، على الاطراف بحط على الاطراف، هو وحظه. دي كده حاجه. تاني خطأ بتعمليه وهو ان انت بتسيبي على شعرك الزيت طول الليل او اكتر من ساعتين، مرفوض. الصح ان انت تسيبيه ساعتين بس وتحطي البونيه عليه وبعد كده تغسليه. تالت خطأ معانا الاخطاء اللي بتحصل بعد الشاور كالتالي، وتعالي معايا على الحوض. واول خطأ بتعمليه وانتي تحت الحوض وهو وانتي بتظبطي المية، يا اما بتظبطيها على ساقعة قوي يا اما بتظبطيها على سخنة قوي، وده غلط وده غلط. المفروض ان هي تبقى في النص، معتدلة. تاني خطأ بتعمليه وهو الشامبو. انتي دلوقتي ما بلتيش شعرك كويس قبل ما تحطي الشامبو، كده غلط. تاني حاجة، في كل مرة بتغسلي فيها شعرك بتغسلي بشامبو فري سلفيت، ادي كده غلطة. الصح ان انت تستخدمي شامبو فيه سلفيت كل مرتين من غسيل شعرك، يعني انت غسلتي مرة بسلفيت، مرتين من غير سلفيت، مرة بسلفيت، مرتين من غير سلفيت. الخطأ التاني انك تحطي كمية كبيرة جدا على ايدك ومباشرة تحطيهم على شعرك. يا سلام يا سلام على النشفان اللي هيجي على شعرك. لا، والانقح من كده بقى انك تدعكي الشامبو في شعرك كله بالمنظر النيلة ده، وتبقى ايدك بشعرك بكل حاجة مليانة رغاوي. اكبر خطأ بتعمليه في حق شعرك وطبعا مرفوض. الصح بقى انك تحطي كمية صغيرة وتدعكيها بايدك وتحطي عليها مية لحد ما يرغي الشامبو في ايدك، وبعد كده تحطي على فروة الراس بس، تدعكي فروة راسك حلو وتسيبيها 2-3 وبعد كده تشطفيه. نروح بقى للبلسم وحمام الكريم، والاتنين طريقة استعمالهم واحدة مع اختلاف المدة اللي بتتحط على الشعر. الغلط ان وانا شعري بيشر مية كده بحط كمية كبيرة من البلسم واليس بقى على شعري كله، اليس كده. ده طبعا غلط وشعرك مش هيستفاد اي حاجة من اللي انتي بتعمليه ده. الصح انك تعصري شعرك كده بحيث تشيلي المية الزيادة، بعد كده تقسمي شعرك على حسب كثافته وحط على كل ربع البلسم، وابتدي ان انا اسلك الشعر من بعضه، اسلك يعني افكهم كده من بعض بحيث يبقى سهل عليا وانا بسلك. طيب ايه الخطأ اللي ممكن تعمليه هنا؟ وهو ان انتي تدخلي صوابعك من فوق لتحت وتشدي، هتلاقي شعرك كله لعبك من تحت، مش تعرفي تفكيه. الصح ان انتي يا اما تفكيهم من بعض زي ما بتفكي الكنافة كده، او ان انتي تسلكي من تحت لفوق. وسواء بلسم او حمام كريم، خطأ كبير جدا ان انتي تحطي على فروة راسك قشرة بقى وفطريات وبلاوي زرقاء. البلسم وحمام كريم معمولين للاطراف بس. هتشطفي بقى البلسم بعد ما تسيبيه على شعرك 5 دقايق، ولحد ما شعرك هيكون مترطب فيبقى سهل عليكي ان انتي تحطي حمام الكريم. حمام الكريم بيتحط بنفس الطريقة، ولو حابة كمان تسلكي بالفرشة هيبقى الموضوع سهل، بس طبعا غلط جدا ان انتي تسلكي شعرك بالطريقة دي، كده شعرك هيتقطع. الاحسن ان انتي تسلكيه من تحت وتطلعي على فوق سنة سنة. وطبعا حمام الكريم بيتساب تلت ساعة بعد كده بتشطفيه. اخر مرحلة وهي التنشيف. الغلط ان انتي تنشفي فوطة عادية، الصح انك تنشفي بطريقة بسيطة كده بالمايكرو فايبر. وبرضو حتى لو انتي بتستخدمي مايكرو فايبر ما ينفعش ان انتي تدعكي الشعر في بعضه، لا انتي بتطبطبي كده. ولو هتنشفي بالاستشوار طبعا مش محتاجة اقولك ان ما تعليهاش ولو درجة واحدة حرارة،
حاجة في منتهى اليح. لا انتي هتقلليها خالص وهتشغلي الهواء البارد بس. واخر حاجة بلاش تنامي بشعرك على المخدة على طول، لان القطن اكتر حاجة بتنشف الشعر وبتهيشه. الصح انك تفرشي ستان وتحطي على شعرك بني ستان وتنامي بقى. بس كده، باي.